حياكم الله واهلا وسهلا بكم. فرصه خطيره لضمك، اختلفت اراء التحكيم فيها، الكثير قالوا انها بلنتي والبعض قالوا انها مي بلنتي، يعني لقطه جدليه فيها اشتباه بحالتين، يا ان بونو حارس الهلال صحيح اعاق مهاجم ضمك وحرمه من هدف محقق ومفروض بلنتي لضمك وياخذ طرد حارس الهلال، وفي راي ثاني مختلف يقول ان حارس الهلال بونو من الاساس ما لمس المهاجم واللاعب مثل وسقط من نفسه. وعلى كل حال اذا كانت بلنتي او ولا مي بلنتي، الدوري معروف نفس طويل مستحيل ما تتعرض فيه للاخطاء التحكيميه، مرات تكون انت فيها مظلوم ومرات تكون مستفيد، مثلا يعني يحتسب لك بلنتي مو بلنتي او يحتسب عليك بلنتي مو بلنتي، لان الدوري معروف يعني مباريات كثيره والاخطاء التحكيميه جزء من اللعبه، لازم تتعرض لها في مسيرتك في الدوري سواء لك او عليك، واذا حدث لك خطا مره كل 5 مباريات يعني يعتبر هذا امر طبيعي ومقبول في الوسط الرياضي، لكن في انديه في كل مبارياتها جدل تحكيمي ولا يكون فيها مظلوم، يكون دائما هو المستفيد، يعني لازم نحط علامه استفهام على النقاط اللي حصل عليها النادي في كل مبارياته، مستفيد من اخطاء التحكيم وحقق نقاط اساسا ما يستحقها. والحكم الاجنبي اللي حكم مباراه الهلال وضمك يعتبر اداء جيد في المباراه، والحكام الاجانب اللي يجون السعوديه الان يعني 100% عارفين الجدل اللي صاير في الاخطاء التحكيميه في الدوري، لان تصريحات ايفان توني وجالينيو بعد مباراه الفيحاء سوت ترند في العالم وفي الاخبار وفي الصحف، وان الدوري موجه لنادي معين، يعني الكل عارف المشاكل التحكيميه اللي صايره، فمستحيل الان يجيك حكم اجنبي ويكون عارف الاوضاع ويحتسب بلنتي اي كلام، لان الحكم الاجنبي اكيد يعني بيخاف على سمعته، لان سمعه الحكم اذا راحت خلاص ما يصير له اي قيمه ويهبط تقييمه واداءه في التحكيم. فالهلال بشكل غير مباشر يعني استفاد من تصريحات ايفان توني وجالينيو وجابوا حكم اجنبي لمباراه الهلال وضمك قوي اداء في التحكيم ولا يحتسب بلنتي مشكوك في صحته، وهذا الشيء يعني بيخلي التحكيم قوي في الجولات القادمه، يعني عشان ما يروح الدوري للنادي ما يستحق، يجيك نادي يعني يحقق الصداره وهو ما يستحقها من الاساس. والعجيب ان اللي طالب ببلنتي ضمك ما هو بجمهور ضمك نفسهم، جمهور النصر شغال محامي دفاع عن ضمك، يطالبون ببلنتي ضمك اكثر من ضمك انفسهم، قلبوا محبين لضمك بلحظه، سبحان الله تبدلت احوالهم من اول عالمي في اسيا الى اول نادي يشجع ضمك بالاخطاء التحكيميه، يعني يدافعون عن ضمك بشراسه، بلنتي لضمك، ضمك نحر، ضمك انظلم، يعني هذا الشيء اللي يفتعله جمهور النصر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان قلب مشجعين النصر مع ضمك، خايفين عليه من الهبوط، يبغونه يستمر في الدوري، يعني متناسين نقاط العروبه اللي اخذوها من المكتب وهبطوها رسمي، يعني ضمك عندهم اهم من العروبه لانه ضد الهلال بس. وفي اعلامي نصراوي كاتب كل اراء خبراء التحكيم، 10 كاتبهم، محمد فوده، سمير عثمان، والخبير كمال ريشه، والكثيري، والقحطاني، والخبير نواف شكر الله، والخبير احمد ابو خديجه، والخبير فهد المرداسي، وجمال الغندور، جايب كل حكام الكره الارضيه وكاتب رايهم ان هناك ضربه جزاء صحيحه لضمك ضد الهلال. طيب المرداسي نفسه صرح وقال ان النصر اكثر نادي استفاد من اخطاء التحكيم، وجمال الغندور بعد قالها، ليش هذه ما يكتبها؟ لانها ضد النصر، اكيد ما راح يكتبها، يعني جمهور نادي ما عنده مشكله يتلون باي شعار ضد الهلال، اليوم يشجع ضمك، بكره يشجع الحزم، وبعده يقلب خلجاوي يشجع نادي الخليج، ما عنده اي مشكله، كان ما عنده فريق يشجعه ولا يثقون اساسا في فريقهم، عشان كذا يتلونون بشعار اي نادي ضد الهلال. الافضل على جمهور النصر يتابع فريقه في الدوري، عنده طموح يحقق اللقب وعنده مباريات مهمه، المفروض انهم يبحثون عن اخطاء ناديهم يتناقشون فيها، يعني خلاص الدوري في المنعطف الاخير، مشغلين انفسهم بالهلال ليش ما تدري، يعني هذه مشكله جماهير النصر، حاشرين انفسهم باي شيء فيه هلال، يعني خلوكم مثل جماهير الاهلي مفرغين انفسهم للاهلي، والاهلي ما مقصر معهم، يعني النادي يجيب لهم بطولات ويسعدهم، جاب لهم النخبه الاسيويه وعاشوا سعاده لا توصف جمهور الاهلي، يعني لو جمهور النصر يفرغ نفسه للنصر ويهتم بناديه بس كان جاب لهم بطولات ونساهم سنين الضيم والمواسم الصفريه اللي عاشوها مع الكيان، لكن حاشرين انفسهم يتابعون ادق التفاصيل عن الهلال، والهلال قاهرهم يحقق بطولات والنصر غاثهم يضيع عليهم بطولات ويختتم الموسم صفري والبطولات كلها تروح للهلال والاهلي. وشكرا لكم.